السلام عليكم بنات. اليوم غادي نقدم معكم بلح البحر وشويه ديال الكروفيت. كما كتشوفوا كناخذوا داك بلح البحر كنقيوه مزيان حتى كيتنقى، واي وحده شفناها مهرسه ولا هكا محلوله ما تنستخدموهاش. كنقيوها مزيان كنحيدوا كاع داكشي اللي فاتها، كتولي بحال هكا كما كتشوفوا. من بعد غادي نديروها فواحد لاصوص ولا الشوربه ديالها. كناخذ شويه ديال البصله، شويه ديال زيت الزيتون، كنحركو مع بعضياتهم حتى كيتشحروا. من بعد كنزيد واحد شويه ديال الثومه محكوكه، مثلا جوج ديال الفصوص. من بعد كنزيد صوص ديال واحد الحبه ديال المطيشه صغيره، الكميه على حسب الاختيار. شويه ديال القزبور. من بعد كنزيد التوابل، عندي الملح، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبور يابس، شويه ديال الحرقوم، ثوم بودره، فلفل اسود كثرت شويه حيت بغيتو يكون حار، عندي شويه ديال السكنجبير، عندي شويه ديال التحميره. واي حاجه لكم اختيار، تحيدوا المكون اللي بغيتو وتزيدوا اللي بغيتو. من بعد كنحرك مزيان هاد التشرميله هادي. من بعد كناخذ داك المحار ديالنا كنحطو فيها، كنتبلو مزيان بهاد الشرموله. ومن بعد غادي نزيد ليه الماء سخون حتى كيتغطى، حيت بغينا على شكل شوربه. من بعد كناخذ جوج فصوص ديال الثومه هكا ما مطحونه ما حتى شي حاجه، وكناخذ شويه ديال الحامض حتى هو طرونشات. صافي كنغطي عليها، وكل مره كنطلع عليها واش طاب ولا هذا، واش لاصوص كافي ولا نزيد ليه شويه ديال الماء. كل مره كنشوف حتى كيوصل هاد المرحله ملي كيتحلوا هذوك القواقع. صافي هكا تتعرفي راه طايب. هنا عندي الكروفيت كنسلقو في شويه ديال الماء وشويه ديال الملح مع شويه ديال الحامض. صافي كنصفيه دغيا هو كيوجد. صافي وهكا تيوجد الغدا ديالنا ولا العشاء كما بغيتو. ها هو المحار كيبان لكم مع شويه ديال زالوك وشويه ديال الرز. درت جوج ديال النواع، وبصحه والراحه، وشكرا على المتابعه ديالكم.